السلام عليكم، مرحبا شباب. وجينا اليوم بالفيديو الثاني بسلسلة من الصفر. طبعا امبارحة اللي خطوات اللي نفذناها مع بعض لازم اليوم نكملها. هذا الفيديو او هاي السلسلة لازم ما تقطع ولا يوم. وخلينا اول شيء نفتح الحساب ونستلم اول لاعب مركز سي ام دي بروين 81. طبعا استرداد المكافأة اليومي اوفر 81. وراح نشوف مع بعض التشكيلة. فعلا من ثاني يوم من فتح الحساب راح نعمل تشكيلة اسطورية جدا. طبعا لا تنسى المقايضة اليومية، وهي مقايضة يومية كعلاوي. هاي بتعطيك لاعبين واحيانا بيطلع لك شيء اسطوري، ولكن اهم شيء لازم نخلص مهام المقايضة اليومية. خلينا نشوف مين طلع. يا رباه، هولندا ار بي. لا تقلي ار بي، لا اليوم يا جماعة الحظ فاتح معنا، ولكن هذا ما راح نحسبه لأنه ما راح يطلع لكل الناس. وحتى إذا حبينا نبيعه سعره 8 مليون. حلو، بنحطه حاليا بالتشكيلة، وإن شاء الله رب العالمين راح نشوف قديش بتاني يوم بفتح الحساب راح نوصل اوفر، راح نوصل كوينز، راح نوصل كمان جواهر. طبعا يا اسطوره هدول المهام لازم تختمهم. واهم شيء مهمه التلفزيون، كل 5 ساعات او 6 ساعات لازم تعمل انت بحث او ما بعرف شو، يعني تضغط بس على علامه بلاي كرمال يطلع لنا باقي المكافآت اللي بنحصلها منها، كرمال نحن نحصل نسخة ماسكيرانو. طبعا اهم شيء بالحساب الجديد نحصل نسخ ماسكيرانو. ونحن فتحنا الحساب بوقت صعب، يعني دورة او حدث هذا الهيرو ما فيه اي شيء. لو نحن فاتحينه مثلا من الصفر بحدث التوتي كان فرق معنا جدا جدا. ولكن احلى شيء انك تبلش من الصفر من المنطقة الصعبة. وحاليا يا اسطورة لازم نحن نختم المهام كلهم. راح نروح ختم المهام ونرجع يا اسطورة مرة تانية. وهاي جينا بعد ما ختمنا المهام كلياته راح نستلم مجانيين، وراح نفتح هذا الباكج، لان كل اليوم بيلزمنا اي باكج بنفتحه بيلزمنا نحن بتطوير التشكيلي. وراح فرجيك قديش راح يوصل الاوفر يا اسطورة بدون ما ندفع اي كوينز. لحد الان ما دفعنا اي كوينز، لحد الان ما شحنا ولا جوهرة، لحد الان ما فتحنا ولا اي باكج. طبعا اذا انت ماشي معي لازم يكون معك 11,000 جوهرة يا اسطورة. ودير بالك تصرفون، دير بالك تصرفون، لان في شغلات قادمه احلى. خلينا نفتح هذا الباكج البرازيلي اللي ان شاء الله يطلع لنا رونالدو. هات لنشوف نجرب احد الجليتشات. نضغط على رونالدو اكثر من مره، كم مره ولا مرتين ولا ثلاثه، ونفتح الباكج وان شاء الله يطلع لنا شيء اسطوري، لان نحن فعلا بحاجه مركز الاستي. طبعا حلو، كمان بيلعب كمان معنا مركز سي اف. ما في اي مشكله، بنحط له تدريب او بنرقي له التصنيف، ولكن حاليا ولا اي شيء. عم ننتظر الباكج اللي بعده وهو الدوري البرتغالي. هذا الباكج حبيت فتحه او ما حبيت فتحه ما في اي مشكله، ما بيطلع لك شيء منه. هاي قدام عينك. ولكن مركز ال بي كمان بيلزمنا بالمقايضات كرمال نحن نجيب لاعبين السبعين لتدريب اللاعبين يا اسطوره. حاليا راح نروح ونشوف مع بعض بناء تلقائي. بناء تلقائي وصلنا لاوفر ال 85. عندنا 2 سي ام جدا اسطوريين، مركز الار بي مركز ال بي، ولكن يلزمنا حارس يا اسطوره. بدنا نجيب حارس ولكن بدون ما ندفع ولا كوينز. راح نشوف مع بعض كيف راح نوصل التشكيله الاسطوريه ولاعلى اوفر. شلنا الدكه ما اختلف معنا اي شيء. خلينا مع بعض نعمل شغله جدا حلوه، وراح نجيب لك افضل واقوى حارس كمان ومجاني يا اسطوره. راح نروح يا اسطوره حاليا على المتجر. ومثل ما قلت لك لا تفتح الجواهر، ولكن نحن في عنا باكج مجاني لازم فتحه يوميا. احيانا بيطلع لنا فيه لاعب اسطوري. خلينا نشوف مع بعض مين راح يكون بهذا الباكج. ان شاء الله لاعب 88، للاسف لاعب 71 بس كمان بيلزمنا راح نحطه بمقايضه السبعينات. خلينا نشوف. وهي خلصت معنا مهمه. طبعا لما بيخلصوا المهام معناتها عم بيطلع لنا شيء اسطوري. طبعا الحساب جديد، ومثل ما قلت لك اي باكج اي لاعب بيلزمنا. لاعبين 81 حاليا لا تكبون، اتركهم موجودين عندك، ولكن هذا اللاعب راح اتبرع فيه لان هيك مركز الار ام ما بيلزمنا. وخلينا نجيب لاعبين السبعين. مركز ال بي بجوز يلزمنا او نبيع غير مركز، اتركه حاليا باعتبار ما عندنا كتير. لا تروح كل اللاعبين على المقايضات، فقط اللاعب اللي ما له لزمه كرمال نجيب فيه لاعبين للتدريب او مقايضات لاعبين ال11. حاليا يا اسطوره خلينا نروح ونجيب الحارس الاسطوري اونانا مجانا من حدث تعاقدات غامضه. طبعا لحد الان
ما لنا دافعين ولا كوينز ولا مفتحين اي باكج بفلوس، كله عم نحصله مجاني. وباذن الله تعالى الاسبوعين القادمه رح نحصل لاعب 90 ونسخه ماسكيرانو. خلينا نروح مع بعض، ولا تنسى تدريبات زيدان. انا ماشي بالمهام بالمباريات، وراح امشي اليوم ب3 مباريات وحصل على الجواهر يا اسطوره، وراح ان شاء الله نلعب يوميا كرمال نحصل ننتقل على المسار اللي بعده وهو مسار الاستاذ. لحد الان معنا 11,000 جوهره. لاحظ يا اسطوره، لا تنسى التحدي اليومي، وبعد 14 ساعه راح تفتح نهايه الاسبوع، لازم منا نحصل كمان شيء اسطوري. خلينا اول شيء نسترد المهام ونسترد الجواهر ونشوف قديش راح يكون معنا بنهايه المطاف او بنهايه الفيديو، قديش راح نحصل جواهر من هذا الحساب اللي فتحناه اللي عمره لسه امبارحه واليوم فقط. طبعا مثل ما قلت لك راح نوصل لاقوى تشكيله باذن الله، وهاي نسخه ديدوك كمان صارت جاهزه عنا، راح نرقي فيها. لازم نلعب كمان هجوم تنافسي والمدير الفني ووجها لوجه اليوم يا اسطوره، اقل شيء مباراه. هلا بقول لك لوين نوصل، لوين نطلع، ولوين انت لازم توصل. خلينا نلم نسترد كل شيء، نجمع كل شيء من المهام اليوميه من المهام الاسبوعيه، وخلينا نحصل جميع الجواهر. واذا في بلدان بتدعم الاعلانات، يعني انت اذا بيطلع لك اعلان بتحصل كمان جواهر، بيكون جدا ممتاز. ولكن انا ما عم بعمل اعلانات كرمال الناس اللي ما عندها اعلان، كرمال نكون بكفي واحد. ضل عنا مهمه وحده لازم نخلصها يا اسطوره كرمال نحصل على الباكج. راح روح شوف اعلان وارجع كمل. طبعا هذا الاعلان اجباري لحتى نكمل المهام اليوميه، وليس اعلان ابو ال100 جوهره. هاي خلصنا المهام اليومية، وهيك بنكون حصلنا على، طبعا هدول المهام بتقدر انت بتحصلهم بدون ما تشوف الاعلانات، يعني بيتأخر زيادة عني يوم فقط. هطلع لنا وك اوت. خلينا نشوف البرتغال. حلو، هاي اللاعبين حصيناهم من مهام الابطال الاسبوعيه. كله بيلزم يا اسطوره، ما تقول هذا اللاعب منيح هذا اللاعب مو منيح، انت بالبدايات لازم يكون عنا شيء اسطوري. خلينا نروح ونجيب الاسطوره اونانا لنشوف قديش الاوفر بده يوصل معنا، لان كل ما نعلي اوفر الفريق راح تزيد عدد الجواهر الموجوده معنا يا اسطوره. صار عنا 88، وهذا الشيء جدا جدا حلو. يعني تخيل عمره الفريق يومين واوفرو 88. راح نشيل طبعا الدكه مره ثانيه بنحاول فيه، بلكي ان شاء الله بيطلع اكثر لل 89. للاسف ما طلع ل 89. حلو كتير، وصلنا لهون. خلينا نروح نجيب المهام اللي نحن من خلالها رح نحصل على الجواهر. بتنزل لتحت يا أسطورة، بتشوف لهون رح نستلم أول 1000 لأنه وصلنا الفريق ل 83، وتاني 1000 لأنه وصلنا الفريق ل 86، وثالث 1000 لأنه وصلنا ل 88. وإذا بنوصل طبعا أكثر من هيك لل 90 رح ناخد 1500 جوهرة. ولكن حاليا رح نوصله، ولكن بإذن الله تعالى بالفيديوهات القادمة. خلينا نروح على السوق، ودير بالك تبيع ولا لاعب من اللاعبين الموجودين عندك. طبعا ما بعرف إذا ببيع اللاعب هذا ب8 مليون أو لا، لسه محتار، ولكن رح نتركه حاليا لأن ماشيين خطوة بخطوة. الكل يوصل معي لهون لازم يكون معك 2 مليون و700، 2 مليون و500 أو 3 مليون. لا تبيع أي لاعب، كله رح يلزمنا، كله رح نجيبه، خصوصا لاعبين ال70 يا أسطورة. مثلا وصلت انت لهون 15,000 جوهرة، لازم هدول يكونوا معك، هدول لازم يكونوا معك طبعا، الا اذا لعبت زيدان. حدث زيدان رح تاخد اكتر، ورح نلعب كمان نمط التحدي اليومي رح ناخد من خلاله. منروح يا اسطورة على القسم وجها لوجه والهجوم التنافسي. لازم اليوم انت يا اسطورة تطلع لاقل شيء للهاوي واحد. طبعا مباراة واحدة بتطلع الهاوي واحد، يعني ما انه رح تطول فيها كتير. ووجها لوجه كمان مباراة واحدة وبتطلع للهاوي 3، هذا الشيء حلو. ونمط المدير الفني لازم تلعب اليوم مباراة بتشكيلتنا نفسها، لازم تطلع يا أسطورة، راح تربح، راح توصل معنا 10 أيام. خلال 10 أيام لازم نكون أقل شيء موصلين للأسطورة 3 بإذن الله تعالى. ولازم نسترد المكافآت اللي بناخدها نحن، نقاط التوكن، نفتح المتجر، نعمل أي شيء. 15,000 2 مليون و700 كوينز، اترك لي كل شيء، مع انه 15,000 نقدر نفوت على الباكج ونفتح الباكج، ولكن اترك كل شيء، لا تتسرع يا اسطوره، راح يجينا شيء حلو. خليك ماشي خطوه بخطوه، وراح نطلع ان شاء الله رب العالمين الى الامام. ولا تنسى بس تخلص المهام، تسترد كل المهام الموجوده عنا بتصريح النجم الموجود. طبعا ما راح نشحنه، راح نستلم فقط الهدايا المجاني منه. وهيك بنكون وصلنا يا اسطوره لاخر الفيديو. المقايضات لا تقرب علي ولا تعمل اي مقايضه، كله هذا خساره. وهيك لو طلع لك لاعب حلو
راح يطلع لك انه ما ينباع. لذلك تشكيله حلوة، اوفر حلو. وصلنا لهون، انت اسطورة. بشوفكم فيديوهات تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.